سلام الله عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. لاول مره يشوفوا لا فيديو نتاع نهار اليوم نقول لكم صحه رمضانكم، صحه سحوركم، صحه فطوركم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ما تنساوش تابونيو سور ماشين اذا عجبتكم القناه تاعي، اذا عجبتكم لا فيديو تاني ديروا لي جيم لا فيديو وتفعلوا الجرس هكذا باش يصلكم كل جديد ان شاء الله. واللي مولفين يتفرجوني نقول لكم مرحبا بكم في اي وقت، وصحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه رمضانكم اكيد. قولوا لي واش راكم مع الصيام، واش راكم كاش قيام، كاش صلاة تراويح، كاش قراءة قرآن؟ يا درا هذا هو لو مومون تاع قراءة القرآن، هذا هو لو مومون للتقرب إلى الله. يعني ما بقاش بزاف، باقي ايامات معدودة ان شاء الله، باقي 15 يوم ان شاء الله ويخلص رمضان. الو الواحد يبروفيتي لو ماكسيموم، يفوت ولا يقضي فيه كما قال لك يتقرب فيه لله عز وجل. وإلا نتيا ما درتي حتى حاجه وما قريتيش القران وما افونسيتيش، نقولك سي با ترو طار، اوني جامي ترو طار. تقدري تبداي دي ماتنون ان شاء الله، تبداي من دروك، وان شاء الله ربي يغفر لنا وليكم ويهدينا اجمعين. قبل ما نبداو لا فيديو نتمنى تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي خواتاتي ان شاء الله تعجبكم لا فيديو نتاع نهار اليوم، نتمنى لكم فرجه ممتعه. حبيبتي الروتين تاع نهار اليوم حبيت نتكلم فيه ان شاء الله على موضوع الروتين الرمضاني بالنسبه للمراه العامله اللي بزاف طلبوه مني الاخوات. بالنسبه للمراه العامله مسكينه اللي الله غالب عليها ويلي طيب واللي تخدم ويلي تانيك تقرا القران وتقوم هي تانيك، يعني من حقها. وانا كامراه عامله فدت على ديزاستوس، تمشيت على بعض الروتينات، وهذا الروتين اللي حنقسمه معكم والله ما شاء الله يعني روعه، وحبيت نقسمه معكم باش تستفادوا نتوما تانيك. اول حاجه قبل ما نبدا كلش نتمنى منكم تروحوا ديروا في الجوجل بلاي تايمر. يعني راح نشرح لكم واش معناتها هذا التايمر. هذا التايمر خواتاتي هو انك تعلمي كيفاش تستعملي الوقت تاعك وتحترمي الوقت تاعك وتعطي لكل حاجه وقتها. سهله مهله، تروحي برك جوجل بلاي وتكتبي تايمر، تانستالي في التليفون تاعك وتبداي تستعملي الاوقات تاعك ولا تنظمي الاوقات تاعك من هذا التايمر. للاسف حنا الدول العربيه ما عندناش احترامات للوقت. الوقت من ذهب ان لم تقطعه قطعك، هذه قالوها كحكمه زمان، ولكن احنا للاسف العرب ما نطبقوهاش. الدول الغربيه بالعكس من ذلك علموني على هذا الاساس نتمشى، يعني نتمشى باحترام الوقت، لانه لو كان تمشي غير هكا برك ما حش تلحقي حتى هدف راكي حباته، والوقت تاعك يروح باطل ويضيع في الباطل. الوغ تتعلمي انك ديري تايمر وقت لكل حاجه. اكبر مثال على ذلك باغ اكزومبل، قال عندي لا شومبر تاعي لازم نكملها في 10 دقائق. ديري تايمر تاعك توكليه على 10 دقائق، ديري بلاي وتبداي تلقاي روحك تخدمي كوم روبوت، تلقاي روحك تولي بلوس اكتيف، وتلقاي روحك تولي كيما نقولوا حنايا الوقت تاعك دارك توجور نقيه، دارك توجور مسقمه، والوقت تاعك محترم تماما. كذلك بالنسبه للاطفال في لا شومبر تاع الاطفال ولا غرفه الاطفال تانيك، ديري لها 10 دقائق او 5 دقائق، ولا كل وحده على حسب الحركه تاعها، الا كان انسانه خفيفه ولا كان انسانه ثقيله. ولا كنتي انسانه ثقيله حاولي ديري تحدي لنفسك، يعني ديري 10 دقائق لازم 10 دقائق لازم نكمل لا شومبر، نغسل نحي لي دغا ولا نسقم لي دغا، نفضها، نبالي، نمسح الغبره، لازم كلش نديرو في 10 مينوت. لازم تكون عندك شويه احترام للوقت، لانه الوقت كيكون عندك اون جورني كومبليت والاخر ما تحسبيش كاع باللي يعني ما تحسيلوش، ولكن كي ديري وقت نتاعك يكون عندك الله يبارك الوقت شايط باش تقراي القران، باش تخدمي، ودارك تكون او ميم طون مسقمه ونقيه، او ميم طون. الحاجه اللي تعجبني بزاف في هاد لاستوس اللي هي تكوني منظمه وتكوني اكتيف بوكو بلوس، تكوني الجسم تاعك اكتيفي بلوس، ما تكونيش انسانه خامله وتتمشي غير بالسياسه وكل شيء قاعد لك وانت تتبطحي. لا، هذا التايمر يساعدك بلي تكوني انسانه اكتيف. النقطة الثانية اخواتاتي هو يكون عندك روتين ليلي منظم. يعني دوك ان شاء الله نحاول نقسم معكم ان شاء الله في هذه الايام المقبلة الروتين تاعي الليلي، يعني كي نفطر وهي رايحة، يعني واش نقدر ندير. يكون عندك روتين ليلي منظم ان شاء الله. حاجة ثانية، تكوني غاسله المواعين ديجا في الليل، لازم تكوني مصليه صلاتك في الليل، لازم كل حاجه تقومي بها في الليل. كيما قلت لكم راح وعدتكم راح نقسم معكم ان شاء الله الروتين تاعي الرمضاني الليلي.
حاجة أخرى أخواتي مهمة بزاف، هي كي تكوني تقضي في صوالحك تكوني طيبي، غسلي الأواني تاعك مباشرة بعد ما تطيبي، يعني ما تخليهمش يتراكموا لك، لأنه لو تراكم لك يعني مور الفطور يبرد فيك الدم وما تقدريش للأسف تكملي ولا تغسلي الجبل تاع الماعن. الوغ اتاكيهم تو سويت وانتي طيبي. نقطة واحدة أخرى مهمة بزاف خواتاتي، هي أنك حاولي باغ اكزومبل طيبي على الأقل مرتين في الأسبوع الحريرة ولا الشوربة. باغ اكزومبل طيبي السبت، الحد، الاثنين ما طيبيش، الثلاثة طيبي، الأربعة، الخميس، الجمعة ما طيبيش. فهمتوني؟ يعني ديري يعني خطرة في 3 أيام. ولي ما باغياش تبغي تاكل حريرة جديدة، هذاك الشيء شغلكم. يعني أنا سي جوست راني بارطاجي معكم بالنسبة للأخوات العاملات. اللي قالت لك بزاف اللي ما عنديش وقت باش نقرا القران، ما نقول لك ابخي الصبح ما ترجعيش ترقدي، يعني حاولي في الليل ترقدي شويه بكري، ترقدي على الاقل 9 ونص 10 مور العشاء والتراويح، وترقدي وتنوضي الصباح مور مع الصبح نتاعك، السحور والصبح نتاعك حاولي تقراي ما تيسر من القران، وديري اون بيتيت روتين اليوميه اللي هي الا كاش ما عندك ماعن تاع السحور تغسليهم، اذا كاش ما عندك حاجه خفيفه بالياج خفيف تنقيه، حاشاكم واعزكم الله الحمام لازم تغسل يوميا، وبيان سور لا كويزين لازم تتمسح يوميا، ولا كاش حاجه او بيتيت روتين ديريها دون شاك كوان في الدار، يعني هذيك حاجه اخرى. علاش طلبت منكم انكم ديروا اون بيتيت روتين بعد السحور او بعد الصبح احسن؟ باسكو علاش تكون عاد الطاقه تاعك كاينه، تكون عندك لينيرجي، تكون عندك القهوه عاده شاربه القهوه، يعني شغل وكانك مازال فيك الطاقه، باسكو الحشيه كي تجي يعني للاسف تكوني بغولي، ما عندكش طاقه وما عندكش الوقت اصلا. الور جو فو كونساي ديري الروتين تاعك اليوميه ديريها في الصباح، ما ديريهاش في العشيه، اون ميم طون كي تدخلي العشيه وتكون الدار نقيه والماعن مغسولين وكل شيء، تدخلي فاسيلمون الكوزينه تاعك. نقطة واحدة أخرى مهمة بزاف، هي نقص على روحك البريستيج والحوايج الزايدين. يعني باغ اكزومبل جو فو دير الماعن هذوك الزايدين، باغ اكزومبل ديري طبسي من تحت وطبسي فوق وطبسي ومن بعد طبسي ومن بعد طبسي، علاش هاد الروينة كامل فوق الطابلة؟ ما فهمتش أنا علاش، لأنه باسكو سي جوست كاين اللي يحبوا الزخ والفخ والبريستيج الزايد. أنا وحدة نحب لا سامبليسيتي ونحب الحاجة اللي نصيب في روحي أنا مرتاحة، ما نشوفش الحاجة غير جوست باش نصور لكم، باش أنا توجور نحب نعطيكم نقطة مهمة بزاف بلي تحيا لا سامبليسيتي. جادور لا سامبليسيتي، علاش؟ انا انسانه سامبل وبسيطه ونحب نقاسم معكم كيما جو سوي، ما نحبش نقاسم معكم حاجه زياده ومانيش انا فيها وجو سوي با زاليز، يعني سي جوست باش نصور لكم ومن بعد نغبن انايا في الغسيل تاع الماعين، ونغبن انايا في التنظيف تاعهم وفي في الترتيب تاعهم. سي كي فا بايي تو سا؟ سي موا، ماشي نقسم معكم كيما تعرفوني، كيما انا، ما حاش نزيد ولا نقص. Alors je vous conseille vous aussi، يعني اخواتاتي الا كان تقدري تنقصي على روحك البريستيج الزايد، مانيش نقول لك ما تكبريش، مانيش نقول لك ما تحطيش ما ديريش الحطه وما ديريش، ولكن حاولي تنقصي البريستيج الزايد. هذا ما كان باسكو سي جوست دو كاستيت يكسر الراس ويعطيك انرجي، ينقص لك الانرجي تاعك ويعطيك يعني يتعبك بسيكولوجيكمون، يتعبك ثاني فيزيكمون. يعني بور موا لا سي جوست زياده. حاجه واحده اخرى ولا نقطه واحده اخرى مهمه بزاف، رمضان على بالي باللي تاكل العين تاكل قبل الكرش يقولوا، دونك جو كونساي على بالكم باللي اغلبيه الماكله راحنا ما ناكلوهاش ترجع للفريجيدار ولا للاسف يعني نرميوها في لابوبيل. الوغ بوركوا تو سا؟ ما فهمتش. ننصحك ما تكثريش الماكله بزاف، ديري غير طاجين، بوراك، سلطه وحريره، يعني ما تحاولي ما تكثريش بزاف. هذاك بالنسبه ليا تاني كاستان بريستيج، وبالنسبه ليا تاني ضياعه وخساره. نقطة واحدة أخرى مهمة بزاف خواتاتي، اللي هي أنك ديري الخبز بكمية كبيرة. باغ اكزومبل في الويكاند ديري 3 خبزات 4 خبزات وتقسميهم، تخليهم يبردوا مليح، تقسميهم وديريهم دون دي زيبلوك ولا دي ساك بلاستيك وتحطيهم في الكونجيلاتور. تبقاي كي تجي كي صباح الله قبل ما تخرجي تخدمي، تجبدي اون كونتيتي على حساب افراد العائله وتحطيها على جنب، وهكذا يعني تبقى تكفيك لا سيمين. وإلا ما بقاتلكش للاسف لا فان لا سيمين، يعني بالخميس ولا لا فان تاع لا سيمين الجمعه، ولا كيما هنا في كندا عندنا الويكاند بالجمعه، الوغ تما تشري ولا ديباني روحك، تشري خبزه ولا زوج، ولا الا كنتي اصلا من محبي ولا راجلك المحبي الماكله تاع الدار والخبز تاع الدار، يعني هذا هو الحل الوحيد، يعني سيكو تكونجلي. بالنسبه للاخوات اللي يقول لك ما نكونجليش ومانيش عارفه، هذيك الشيء حره، يعني على بالنا باللي كل شيء دوكا ما راهش يجي طبيعي، الوغ جو بريفير نخدمها وحدي ونكونجليها في الكونجيلاتور بروبرمون ميو كو نروح نشريها من برا. انا جو بريفير كيما هكا،
وكل وحده واش تبريفيري، حتى واحد ما دار لكم حاجه بالسيف، فهمتوني؟ انا سي جوست راني بارطاجي معكم مي زيكسبيريونس، صافي بليزير. كونسيرنون لو غران ميناج تاع لو ويكاند، هذاك ديريه خطره في الاسبوع الاسبوعي، يعني الروتين تاعك الاسبوعي غران ميناج تاعك ايتو، وتخلي الروتين اليومي نتاع شاك جور. لا قدرتي تانيك في الويكاند تخدمي اون غروند فارس تاع البوراك ولا اون غروند فارس تاع البريك ولا، وتخليها في الفريجيدار، وتجبدي غير ترولي تحطيها في الديول وترولي وتقليهم. نبقاو توجور مع اخوات العاملات، يعني قبل ما تروحي الصباح باغ اكزومبل عندك كاش حاجه تجبديها باش طيبيها توجدي كلش باش العشيه غير تشعلي غير ترمي، باش ما تبقايش كيما نقولوا حنا واقفه في الخدمه وتبقاي واقفه تانيك العشيه تانيك في الكوزينه، سي فريمون ترو وتتبا تبغولي العشيه. الوغ جو فو كونساي اوسي تانيك ديري باغ اكزومبل الا عندك فريت باش ديريها، تنقي البطاطا تقطعيها ايتو تخليها في الماء حتى العشيه وجبدي وصفيها وقليها، يعني يبقى لك هذيك لا 30 مينوت التاليه هذيك تبقى لك غير تعقلي، فهمتوني؟ الو انسان يعرف كيفاش يورغانيزي روحه. وكيما نعاود ونأكد الحكايه تاع التايمر هذيك والله غير جربوها، والله غير مجربه من عندي، يبقى لكم ويشط لكم الوقت قد قسمه تقراو القران وقسمه تصليو وديروا كيما قال لك كلش بالتاويل. اقسم بالله لو كان تجربيها ما يبقاش لك النهار كامل ودارك مربله ومسخه وانتي نهار وانتي تكركري في روحك وتروحي وتخلي كيما قال لك كلشي مرون. لا لا، يعني يفو تكون عندك وقت محدد لكل حاجه. جربوها خواتاتي صدقوني بالله، وعاودي رجعي لي في التعاليق. جربيها لبغى ان جورني نهار واحد، جربيها وكتبي لي في التعاليق كيفاش خرجت عليك. انا اقسم بالله غير خرجت عليا بارفيتمون الحمد لله. هنا خواتاتي حبيت نقاسم معكم استوس تاع ديفخيت فريمون تجي هايله بزاف. سي جوست تقطعيها شويه غليظه، ما تقطعيهاش رقيقه بزاف، غليظه، وديرها غير الملح وزوج معالق تاع زيت، دو بريفيرونس يكون زيت زيتون باش تكون صحيه، وتحطيها في الكوشه وتجبديها دو طون زون تخلطيها. راح تاخذ لك مده الطهي تاعها من 15 مينوت حتى ل 30 مينوت على حساب كل وحده والكويزينيير تاعها. بون شوفوا لي هذيك البيتزا العزيزه، الله كيفاش جايه ديك الشريبه، الحمد لله ربي ان شاء الله يقنعنا. ودرت بيان سور محروق في الكوشه، حنا نقولوا لهم ماشي في الكوشه، محروق عفوا في الكوكوت، فريمون يجي روعه. انا واش ندير خواتاتي غير اللحم يعني لي كوت، انا فاصون نحب تاع الفو ما نحبش تاع الخروف، ونشرو بزاف الفو باسكو ديجا ما فيهش كوليسترول تو، الوغ سا ميد بوكو. نحطو في الكوكوت وندير له شويه 2 معالق ولا 3 نتاع زيت زيتون، نملحه ونحطه ونغلق عليه ونقصته، يطيب في مده 30 مينوت، يطيب كي الزبده ما شاء الله. شوفوا لي الخبز تانيك العزيز، شوفوا لي هذيك لي فخيت كيفاش طابت، الله يبارك. ربي ان شاء الله يرزقنا ويكثرنا من رزقه لينا وليكم ان شاء الله يا ربي. بون كونسيرنو البوراك تانيك انا لا ميم شوز، نحط لها غير شويه زيت زيتون ونديرها في الكوشه. هذه هي الطاوله نتاعي تاع رمضان تاع نهار اليوم. ما درتش حاجه كبيره، شوفوا سلطه يعني عاديه، درت شويه لحم مع لي فخيت في الكوشه، درت شويه بيتزا وبوراك. هذا هو الحمد لله. جات جارتي عطاتني شويه هذاك اوراق العنب ملفوفه مع شويه لحم، ربي يكثر خيرها ان شاء الله ويرجعها في ميزان حسناتها. هذه هي خفيفه ظريفه بسيطه تاع انسانه بسيطه، حبيت نقاسمها معكم ان شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الطاوله نتاعي الخفيفه ظريفه، ونخليكم في امان الله ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله. انتظروني ان شاء الله، كثروا لي غير ملي جام هكذا باش ان شاء الله في اقرب وقت نخرج معكم. حبيت نقاسم معكم لا ديرنيير دي شوز، هذا يعني بلا بات فيتي، حبيت ندير لكم هذه التحليه ان شاء الله. الا كنتم محبين كتبوا لي في التعاليق باش نقول لكم كيفاش خدمتها، سهله مهله واقتصاديه. خليكم في امان الله، لكم صحه فطوركم صحه سحوركم، والسلام عليكم.